كل يوم بتحتاري هتأكليهم ايه النهاردة؟ واكتر اكلة بتاكليها في الشهر هي البانيه والمكرونة. هما زهقوا منها وانتي كمان زهقتي منها، بس ما عندكيش غير البانيه والمكرونة. هاتيهم بقى وتعالي هنعمل مع بعض احلى صينية مكرونة بالفراخ او صينية المكرونة النجريسكو. تعتبر من ضمن الاكلات الموفرة وكمان الاقتصادية اللي هتعمليها في ساعة زمن، وهترصي الصينية بتاعتك وتدخليها الفرن كمان. هتشوفي كل الخطوات معايا النهاردة بالتفصيل وهتعجبك طريقتي جدا. وعايزة اقولك صينية المكرونة النجريسكو او صينية المكرونة اللي بالبشاميل باللحمة المفرومة، لو عملتيها بالمكرونة الاسباجيتي بتودي صينية المكرونة في حتة تانية خالص. وهعرفك ازاي تعملي البشاميل بتاعك باحترافية، من غير بقى طبعا ما تكلفي نفسك وتحطي شوية جبن وكريمة لباني ووش اللبن. هتعمليه بأبسط الإمكانيات وهيطلع معاكي زي ما شفتي كده معايا في أول الفيديو، قوامه مظبوط وكريمي جدا جدا ومش مكلكع ولا فيه أي تكتلات. خليكي بس معايا زي ما قلتلك وما تروحيش في اي حتة، وما تنسينيش باللايك والاشتراك اللي اول مرة بتشوف قناتي، وفعلي بقى الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. ويلا نسمي الله، صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وندخله بقى على الطريقة. انا جبت حلة وحطيت المادة الدهنية بتاعتي، زيت على سمنة او زيت بس او سمنة بس زي ما تحبي، ونزلت عليهم ب5 معالق دقيق. وعشان تظبطي قوام البشاميل ويطلع معاكي كده مظبوط وكريمي من غير ما تحتاجي تحطي اي اضافات، لازم تخلي المادة الدهنية اكتر من عدد معالق الدقيق. وده ليه؟ علشان بصي وانا بقلبه هتحسي ان الدقيق كده داب وفكك خالص في المادة الدهنية. بصوا، وده هيسهل عليا جدا وانا بنزل بقى عليهم باللبن، مش هيكلكع معايا خالص. انا نزلت بنص كيلو لبن على 5 معالق دقيق. طبعا بتكوني بقى طبعا حاطه الماده الدهنيه عينيكي هي مقدارك. وايه بقى التكايه اللي فرقت معايا بقى في البشاميل، ما خلتنيش احط اي اضافات وطلع جميل جدا. والبشاميل بتاعي كده يعني بصوا كان كريمي كريمي من غير ما احط اي حاجه، لا كريمه لباني ولا وش لبن. عارفين ميه النشا بتاعه المكرونه؟ خدت منها كده كبشتين 3، حطيتهم على البشاميل. صدقوني فرقت كتير جدا جدا في طعمها وفي قوامها، وجميل جدا جدا. لا حطيت نشا اصلا عليه، ولا حطيت كريمه لباني ولا وش لبن ولا جبن ولا اي حاجه. بس وحطيت معلقه ملح، وحطيت برضو معلقه كده صغيره من بهارات الفراخ عشان البشاميل بتاعي كده يبقى مطعم بطعم الفراخ. خلاص كده بصوا جميل جدا جدا، ما فيهوش اي تكتلات. اللي في البشاميل دي مكرونه سباكيتي. نيجي بقى نعمله مع بعض الفراخ او الشاورما. بصوا بالظبط زي طريقه الشاورما. انا جبت طاسه وحطيت فيها برضو شويه زيت، وكنت فرمه البصل فرم ناعم، عايزه تقطعيه مكعبات حلقات براحتك حسب الرغبه. وكنت برضو مقطعه فلفل رومي اخضر، شوحته كده مع البصلة حاجة بسيطة لان انا مش عايزاه يستوي ولا حتى يدبل، عايزة لونه بس يتغير. وكنت برضو مقطعة طماطمايه حجم كده وسط، ونزلت بيها برضو مع الفلفل الرومي والبصل اللي انا فرماه فرم ناعم. احنا بنحبه البصل كده، يعني ما بنحبوش البصل نقطعه لا حلقات ولا حتى مكعبات، بحب افرمه خالص يعني ما يبانش في الاكل. واول بقى الخضار بتاعي كده مغير لونه، نزلت بالفراخ البانيه، طبعا مقطعاها بالشكل الطولي ده زي ما انتم شايفين، زي ما تكوني بتقطعيها للشاورما بالظبط. بس وفضلت بقى اقلب الفراخ مع الخضار والبصل، وبعدين سبتهم كده على نار متوسطة. الفراخ نزلت ميتها كده وبدأت تشربها، وحطيت بقى شوية ملح وشوية طبعا فلفل لو عندك، يعني المتاح حطيه، ولو ذرة كده بهارات فراخ. بصوا الفراخ كل ما تقلبيها بتنزل ميتها، والله ما حطيت مية خالص. كل ما تقعديها على النار وتقلبيها تنزل ميتها. حطيت برضو معلقة بابريكا عشان ايه، تديني كده لون محمر حلو للحشوة بتاعت الصينية. خلاص كده اهوت الحشوة بقى بتاعت صينيتي جاهزة. البانيه بقى مع الخضار كانوا خلاص يعني استووا 3/4 سوا، هيكملوا بقى سواهم مع المكرونه. بصوا بقى البشاميل وجماله. يلا بقى نرص مع بعض صينيتنا. انا جبت الصينيه البايركس دي، ممكن تجيبي صينيه الومنيوم برضو المتاح. وحطيت بقى في ارضيتها كده البشاميل الجميل اللي قوامه مظبوط الكريمي ده. كنت حاطه برضو كبشتين 3 بشاميل على المكرونه الاسباجيتي بتاعتي،
وبعدين رصيت اول دور كده منها، وبعدين حطيت بشاميل تاني، وبعدين نزلت بحشوة الصينية بتاعتي. بصوا حتى يعني الالوان بتاعتها تفتح نفسك، يعني انا بحب كده في الاكل بتاعي يبقى فيه كده الوان كتير بيفتح النفس. وطبعا زي ما انتم ما شفتوا في الاول حطيت برضو بشاميل على المكرونة اللي كانت فاضلة، وبدأت بقى احط الطبقة الاخيرة ورصيتها بقى كويس وسويتها، وهبدأ بقى احط بقية البشاميل على الوش. والله لا حطيت بيض ولا حطيت جبنة ولا حطيت كريمة لباني اللي بتتجاب من السوبر ماركت، ولا حطيت وش لبن ولا اي حاجة. ده البشاميل بتاعي اللي انا عاملاه في البيت بالطريقة البسيطة اللي انا وريتها لكم، وشوية الملح وشوية البهارات اللي انا نزلت بيهم. بصوا الصينية بالطريقة دي هي دي اللي انا عملتها بالظبط، لا حطيت حاجة زايدة ولا حاجة ناقصة، ولا حطيت شوية زيت على الوش ولا حطيت شوية سمنة على الوش عشان تحمر الصينية بتاعتي ولا اي حاجة. واخدت بقى بعد ما دخلتها الفرن الشكل الجميل اللي قدامكم ده. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. هبدأ بقى اقطع الصينية معاكم وهتشوفوا شكلها جميل جدا من جوه والله العظيم، وطعمها مش عايزة اقول لكم وهم كده. بصراحة انا عاملاها بطريقة اقتصادية جدا مش مكلفة خالص، زي ما كنت هتعملي المكرونه والبانيه هي نفس المكونات، زايد بس عليها شويه الطماطم وشويه الفلفل الرومي اللي مع ايه الشاورما وحشوه الصينيه بس. يعني بصي طريقه سهله جدا جدا بسيطه جدا، ما كلفتناش حاجه، لا احتاجنا بقى نجيب جبنه موتزاريلا ولا جبنه رومي، ولا احتاجنا نجيب كريمه لباني، ولا احتاجنا نجيبه مثلا وش لبن، ولا الكلام ده خالص. الحاجات اللي بتبعتي تجيبيها عشان تعملي صينيه مكرونه في الفرن تكلفك قد كده. اعملي بقى البشاميل بالطريقه السهله البسيطه اللي انا قلتلك عليها. وبرده في ناس بتبالغ قوي تقولك انا بعمل البشاميل بكيلو لبن. لا يا جماعه حرام، الاسعار بقت في الطالع يعني. وبعدين اجيب كيلو لبن يعني لوحده علشان اعمل شويه بشاميل على قد صينيه؟ لا طبعا كفايه نص كيلو لبن وكملي زي ما قلتلك. البشاميل بتاعك من ميه سليق المكرونه بتبقى منازله كلها نشا طبيعي كده منها، وهي صراحه هتدعملك البشاميل جدا جدا. اعملي بس الحاجات اللي انا قلتلك عليها للبشاميل هتظبط لك قوامه، وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه اي تكتلات، وطعمها هتكون حكايه بالبشاميل اللي انا قلتلك عليه. جربي اعملي صينيه النجريسكو بطريقتي وهتدعيلي، وما تنسيش بقى تكتبي لي في الكومنتات كلام حلو كده زيك ودعوه حلوه منك طالعه كده من القلب. بصي المكرونه طالعه جوسي وجميله ازاي. بصوا الصينيه لوحدها والله بتتكلم عن نفسها، ووش الصينيه ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا محمر من غير ما احط والله لا بيض ولا جبن ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. بصوا الصينيه انا قربت الكاميرا شويه اهي، ولونها جميل جدا جدا. بس بقى يعني بصراحة حركة كده الفلفل والطماطم مع البصل مع الفراخ بصراحة عطوا كده ايه شكل حلو قوي للمكرونة، وطعم كمان احلى من الشكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك لاول مرة بيشوف القناة. فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة بيتك منور مع سما. السلام عليكم.